سليم النهارده هقول لك ازاي تعمل جواز سفر لاول مره في حياتك سنه 2023، وايه التفاصيل المطلوبه بس للشباب وايه التفاصيل المطلوبه بس للبنات، وازاي تعمل جواز سفر لو انت تحت سن 21 سنه، وازاي تبدل او تجدد جواز سفرك لو اتسرق او حصل فيه اي مشكله. فكرت كتير قبل ما ارجع اعمل فيديوهات تانية، ولكن قررت اني افضل مستمر في الدعم لاهالينا في غزه عن طريق كل الفيديوز اللي بعملها في كل منصاتي، وكل حاجه ممكن اقدر اعملها هدعم اهالي غزه حتى وانا مسافر في اي مكان في العالم، مع الاستمرار في الفيديوهات ان شاء الله. بفكركم اننا عملنا فيديو عن استخراج جواز السفر السنه اللي فاتت، تقدروا تشوفوه من هنا، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتتابعوني على كل السوشيال ميديا. سليم مسافر، سليم ترافلز بالانجلش. اول خطوه هنعملها اننا هنروح اقرب اسم او مصلحه جوازات موجوده بالنسبه لمحل اقامتنا، موجوده في كل محافظات مصر، وكمان موجوده في كل الاماكن في القاهره، فتقدر تعرف مكانك واقرب قسم جوازات ليك بسهوله جدا. اول ما تكون في مصلحه الجوازات هيطلبوا منك نموذج اسمه 29 جوازات. دي استماره فيها كل البيانات بتاعتك، محتاج انك تملاها بكل تفاصيلها، وهتعملها وانت موجود في المكان ومش هتاخد منك وقت كتير قوي. تاني حاجه بقى هتطلب منك هي بطاقتك، ولازم البطاقه بتاعتك تكون ساريه. اتاكد من ده تماما قبل ما تروح، لانك لو مش ساريه لازم تجددها قبل ما تقدم البيانات بتاعتك. البطاقه هتقدم الاصل ولا الصوره؟ الاحسن خد معاك الاصل والصوره، عشان لو طلبوا منك اي حاجه تبقى انت جاهز. والافضل كل الاوراق اللي هنقولها تكون عامل منها نسختين على الاقل. تالت حاجه بقى، ودي للشباب فقط، البنات ما تتفرجش خالص، واكيد طبعا البنات ما لهمش شهاده تجنيد يا جماعه. لازم يكون معاك مستند التجنيد. لو انت مخلص الخدمه بتاعتك لازم يكون معاك الورقه اللي تثبت ان انت قضيت الخدمه تماما، ولو واخد اعفاء لازم يكون معاك حاجه تثبت ان انت واخد اعفاء سنه كامله، علشان الورقه دي اهم شيء. خد منها الاصل، وبرده الصوره لازم تكون موجوده معاك. طيب لو انت اب ومسافر ومعاك اولادك صغيرين لسه اقل من 15 سنه، هتعمل لهم شهاده تجنيد؟ طبعا لا، في حاجه اسمها شهاده ميلاد مميكنه زي دي، لازم تاخدها وتقدمها لاولادك ايا كان عددهم ايه وايا كان سنهم ايه، المهم تحت 15 سنه. في ناس كتير قوي البطاقه بتاعتها بيبقى مكتوب فيها الشهاده او مكتوب فيها متخرج من ايه، وناس تانية البطاقه بيبقى مكتوب فيها المهنه بس. لو انت البطاقه مش مثبت فيها شهادتك متخرج من ايه او عملت ايه، الاحسن بقى انك تاخد معاك شهاده التخرج نفسها، الاصل والصوره بتاعتها، علشان تبقى جاهز. وطبعا الشهاده هيبقى موجود فيها سن التخرج والكليه والقسم وكل حاجه. ولو لسه ما اتخرجتش من الجامعه ومش معاك شهاده تخرج، يبقى الاحسن ان انت تعمل حاجه اسمها اثبات قيد من الجامعه. في اي اتحاد طلاب في كل الجامعات في مصر لازم يعملوا لك اثبات قيد، او لو موجود في مدرسه ثانوي او ايا كان تعمل اثبات قيد بدل شهاده التخرج. رابع حاجه بقى، لازم يكون معاك 3 صور 4x6 ويكونوا حديثين، وطبعا تكون الصور ملونه وبخلفيه بيضاء، والاحسن تكون متصورها في خلال 6 شهور تقريبا. اكتبوا في الكومنتس لو عندكم اي اسئله ليها علاقه بجواز السفر، وعشان كده بنعمل زي اونلاين سيشنز بجاوب فيها على كل اسئلتكم من 30 دقيقه لساعه تقريبا. بيكون ليها تكلفه ماديه معينه ولكن بسيطه جدا وبسعر تقريبا رمزي. تقدروا تحطوا اسماءكم وتملوا بياناتكم من اللينك اللي موجود في الديسكربشن، وهتواصل معاكم. رسوم بقى استخراج جواز السفر كام؟ انا عملت جواز السفر من سنتين تقريبا، دفعت حوالي 500 جنيه. مؤخرا في ناس بتقول وصل 570 جنيه تقريبا. السعر دايما بيتغير ودايما بيتفاوت، بس خلينا نقول ان هو ما بين 500 و 600 جنيه. بتعمل كل الاجراءات اللي قلنا عليها دي في نفس اليوم، وبتدفع رسوم استخراج جواز السفر، وبعدها بتيجي تستلمه تقريبا في خلال اسبوع ل 10 ايام. ولو حد فيكم عمله في وقت اقل من كده قولوا لي في الكومنتس. لو انت عاوز تعمل جواز سفر بس عاوز تعمله اونلاين وما عندكش وقت انك انت تروح، هتلاقي في موقع خاص بالاداره العامه للجوازات، وده اصلا بيكون تابع لوزاره الداخليه. تدخل عليه بالايميل بتاعك وكل بياناتك، وبتحط كل الاوراق اللي احنا اتكلمنا عليها، بس بتكون ديجيتال. يعني لازم تكون عامل سكان لكل المستندات اللي مطلوبه لجواز سفرك واللي قلناها، وتحطها اونلاين وترفعها. وكمان الدفع برضو هيكون عن طريق ديبت كارد او كريدت كارد بشكل عام. اما بقى لو انت عامل جواز سفر اوريدي وجواز سفرك ضاع، اتسرق، حصل فيه اي حاجه، او انتهت صلاحيته، عشان تجدد الجواز او تطلع بدل فائد محتاج تدفع من 500 ل 700 جنيه تقريبا، وده رقم مش واضح عندي بالظبط. وهتقدم كل الاوراق اللي انت قدمتها في الاول علشان تطلع جواز السفر الاولاني. هناخد شويه من اسئلتكم اللي جت على فيديو استخراج جواز السفر السنه اللي فاتت. حد بيقول لازم ادفع 800 جنيه مره واحده. للاسف عشان تستخرج جواز سفر لازم تدفع التكلفه بتاعته مره واحده، سواء انت بتعمله للتجديد او بتعمله لاول مره. شهاده التخرج اصل ولا صوره؟ ولو سفر جوه مصر نفس باسبور السفر بره ونفس فلوس التامين. شهاده التخرج والاوراق الرسميه كلها الاحسن تكون موجوده
اصل وصوره علشان اللي مطلوب نقدر ان احنا نستعمله في وقتها. سفر جوه مصر نفس باسبور السفر بره، هو جواز سفر واحد بتسافر بيه اي مكان، ونفس فلوس التامين، نفس مصاريف التامين اللي بتدفعها وبتعرفها من مصلحه الجوازات، بيقولوا لك هتدفع فلوس التامين كام. حد بيقول لو عامل ايقاف قيد من الجامعه مش هيرضوا يعملوا لي اثبات قيد، ايه الحل؟ ده الحل هتشوفه في الجامعه، وممكن يا اما تقدم في جامعه تانية او تشوف الحل مع اداره الجامعه نفسها. التامين الاجباري بيغطي الفيزا شنجن، ده لازم تتاكد فيه من مصلحه الجوازات. في جزء كبير جدا يا جماعه من الاسئله انا ما عنديش اي معلومات عنها ومش هبقى عارفها زي المسؤولين في مصلحه الجوازات، فلازم تروحوا وتسالوا وتعرفوا التفاصيل بتاعتها بنفسكم. في سؤال بيقول لو الام مسافره بالاولاد من غير علم الاب هيوقفوها في المطار ولا لا؟ دي حاجه ما عنديش اي فكره ومش عارف هل ده هيحصل ولا لا. ودي كانت كل التفاصيل اللي تخص استخراج جواز سفر لاول مره 2023. مفيش فرق كبير ما بين استخراج جواز سفر من سنتين او من سنه، الحاجه اللي بتتغير هي التكلفه، من كل وقت للتاني بتتغير وبتزيد تقريبا. اكتبوا في التعليقات حابين الفيديو الجاي يكون عن الهجره لاستراليا وكندا ونتكلم عن برامج الهجره بشكل عام، ولا حابينه يكون اكتر في الفلوجز ويتكلم عن تجارب السفر ومغامرات السفر بشكل عام. اعملوا فولو وشير للفيديو ده مع اصحابكم والناس اللي ما طلعتش جواز سفر في حياتها وعايزه تطلع جواز سفر لاول مره في حياتها. اشوفكم الفيديو الجاي. انا سليم، سلامكم الله.